خلينا نبدأ معك من حيث ما انتهيتم عليه هذه الأيام. ظهرت ربما بعض التوصيات، أو كان هناك بيان مهم من الرئاسة العامة لهيئة الشباب، وكان في اجتماع لكم مع سمو الأمير نواف بن فيصل، اللي طبعا نوجه له الشكر على دعمه لكل الأندية ونادي الاتحاد من ضمن أندية الوطن. هذا الاجتماع صار له تغطية إعلامية وأيضا أخذ أبعاد كبيرة. حدثنا عن هذا الاجتماع. الاجتماع هو كان اجتماع مع سمو الامير. في الاول طبعا قبل ما اقول اي شيء لازم اشكر سمو الامير. من طلب الاجتماع الاخير؟ عفوا. الرئاسه العامه الرئاسه طلبت الاجتماع. نعم. بعد التقصي الاوضاع الماليه والامور. برضه ارجع اعدل لك المسمى الحقيقي للجنه ليست لجنه تقصي حقائق، وانما لجنه لدراسه الوضع المالي والاداري لنادي الاتحاد. نعم. وايجاد الحلول المناسبه له. نعم. بناء يعني شكلت اللجنه بامر من سمو الامير نواف بناء على ما تم عرضه لي من مشاكل تواجه نادي الاتحاد. بطلب منكم انتم؟ بطلب مننا، نعم. للمره الاولى طلبتم فيها المره هذه ولا في؟ لا احنا ما طلبنا، احنا عرضنا لسمو الكريم المشاكل اللي بتمر فيها نادي الاتحاد خلال الموسم الماضي كله، سواء كانت مشاكل ماليه واداريه، كل مشاكل نادي الاتحاد. طبعا الامير نواف هو السلطه العليا في الرياضه، ولازم يكون مطل، يعني كل الانديه تندرج تحت مسؤوليته، وكنا لازم نكون صريحين واضحين مع سمو الكريم بكل شيء وضع نادي الاتحاد.